مساء النور حبيباتي، رجعت لكم بوصفة سهلة وبسيطة وراقية. كريب وشوكولا. واش نحتاج 3 بيضات، كاس ونص حليب، كاس فرينة، 2 مغارف زيت، عندنا 2 مغارف كاكاو، فاني ورشة ملح. نبداو على بركة الله. في إناء نحطو البيضة تاعنا، نضيفو لهم رشة الملح، 3 مغارف سكر عادي. البيض يكون محطوط ديجا ساعتين برا، منستعملوش البيض اللي يكون في الثلاجة. كيما رانا نشوفو نضربو مليح السكر تاعنا، نحاولو ان نذوبوه. عندنا كاس ونص الحليب، نضيفو لهم 2 مغارف كاكاو. انا استعملت كاكاو نواغ، وانت استعملي اللي متوفر عندك. ضفنا مغرف صغير على فاني. عندنا 2 مغارف كبار زيت، اضفنا كاس تاع الفارينة، نحركو مليح. انا زدت لهنا مغرف تاع الشوكولا، واللي ما عندهاش تستغنى عليها، ماشي حاجة لازمة. نجيبو اناء وصفايه، نصفيو الخليط تاعنا باش نتخلصوا من هذيك الحبيبات اللي تكون في الفارينه كيما رانا نشوفوا. نتحصلوا على خليط يكون ليس ومتجانس وقوامه مليح. الكاتو تاعي وين؟ نحط المقله تاعنا تسخن، نصبوا عليها شويه من الخليط ونحركه بشكل دائري كيما رانا نشوف. شوف كيف نحركوا المقله تاعنا. انا المقله هذه خليتها سبيسيال للورق تاع البوراك والكريب، ما نستعملوهاش للقلي. شوفوا خليوه حتى لينشف، شوفوا كيف ما ينشف هاكا، نخليوه يطيب، ما بغيناش نحركوه. كي نشوفوا الحواف تاع حبه الكريب دارت شاحت، حنا نقلبوه على الجهه الاخرى. شوفوا كيف ما شاحت. درك نجمو نقلبوها على الجهه الاخرى كيما راكم تشوفوا. نجيبوا حبه الكريب ونطويوها على زوج، وهي في المقله نديروا لها الشوكولا باش الشوكولا تاعنا تسيح في حبه الكريب. نوزعوها الشوكولا في الوسط تاع الحبه ونزيدوا لها قطع من البنان. انا ضفت لها لهنا القفرات بذوق الشوكولا كاضافه، نحب نعطيها قرمشه. حطيناها في صحن التقديم باش نكملوا التزيين تاعها. كل واحده تزين بالطريقه اللي تساعدها هي، وكل واحده وذوقها. انا درت زيكزاك بالشوكولا،
كيما رانا نشوفو. تضيفي لها شويه مكسرات، شي المتواجد عندك في الدار، قطع من الشوكولا. انا زينتها بشويه جوز ولوز، يكونوا مش مرحي، يكونوا مكسرين برك. الكريب تاعنا راهو واجد في صحن التقديم، نتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وان شاء الله تجربوه وينجح معاكم. متنسوناش بجيم وبارطاج وابوني، واللي تجربوا البنات تخلي لي في لي كومونتير رايها وتقول لي بلي راهو نجح لي ان شاء الله. كيما راكم تشوفوه، طبق جد راقي، وان شاء الله نشهيكم في الجنة. نتلاقاو في طبق تاني، مع السلامة.